يا أخي هذه المقاطع التي نراها بين الفينة والأخرى، رجل لاحق دبابة، آخر يصعد على ظهرها ويصهرها، وآخر يكمل للمجرمين بين الأزقة وخلف التلال فيفعل بهم ما كتب الله له أن يفعل. ما نراه ويتسمر العالم لمشاهدته هي لقطات لا تتجاوز نصف دقيقة، لكني أتساءل أحيانا ماذا عن بقية المشهد؟ التفاصيل التي سبقت وتلت نصف الدقيقة تلك. ذلك الفتى الذي ظهر، أين أنت الآن؟ من أنت؟ ماذا تأكل؟ كيف تنام؟ لا يعرف هذه التفاصيل أحد، لا يعرفك أنت أحد، الله يعرفك، وربما بعض رفاقك. أشهر من الإعداد، أيام من الانتظار، ليال من البرد والجوع والسهر، يرى الله كل ذلك. كتفك الذي نزف ربما لشظية أصابته، تضميدك جرحك بنفسك، ثم عودتك لحمل السلاح وكأن شيئا لم يكن، رأى الله تلك التفاصيل. سجادتك التي تنفض عنها الغبار في زاوية مهجورة من نفق، صلاتك عليها، مناجاتك وشهقات بكائك، سمع الله كل ذلك. يراك يا ابن أمي، ويرى دمعة الشوق تحرق قلبك لرضيعك الذي لا تدري أين بات، ولابنتك الصغيرة التي تركتها خلفك ومضيت، لزوجتك التائهة بين الخيام والملاجئ، لوالدتك التي لم تعد تجد الدواء الذي يسكن آلامها. يراك ويرى ضيق صدرك بإخوانك الذين خذلوك، لم يكتفوا بذلك وحسب، لم يسلموك من لومهم وتقريعهم واتهامهم وتشكيكهم في نواياك، يحملونك كل هذا. يرى الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، ولكن ما ضرك ما قيل فيك. أعدي بك أنك تمضي، لا تنتظر تصفيق أحد، ولا تلتفت لنباح أحد. أعدي بك أن قلبك لا يرى سوى الله. أولئك المنافقون ما علموا أن أمر المجاهد أشرف وأجل من أن يخوض فيه أمثالهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جعلنا فداك يا عز الأمة، كم جعت وشبعنا، كم خفت وأمنا، كم راغمت أعداءنا، كم أعليت رايتنا، كم تقدمت الصفوف، ونحن خلفك اليوم خجلون. جعلنا فداك ما أصغرنا وما أكبرك، ما أضعفنا وما أعظمك، وما أعجلنا وما أصبرك. أنت أمة وحدك كأبيك إبراهيم. لولاك لظن الناس أن البطولة قد ماتت، وأن المجاهد مجرد حكاية من كتب التاريخ. لولاك لظلت تلك السردية المشوهة عن الجهاد حاضرة في الأذهان، سردية روج لها طويلا حتى كادت تطفئ النور وتشوه المعنى.